حسين. بينما مولاتنا زينب تخاطب الحسين وتبكيه، وإذا بالصوت بين كتفيها وشمر يقول: تنحي عنه وإلا ألحقتك به. فالتفتت وإذا هو عمر شمر، فاعتنقت أخاها وقالت: يا عدو الله، لا أتنحى، إن ذبحته فاذبحني معه. فجذبها عنه قهرا وضربها ضربا عنيفا. الله أكبر، الله أكبر. يا مهدي آل محمد، يا صاحب العصر والزمان، هذا الشمر العمري، هذا عمر الشمري ضرب مولاتنا زينب وضربها ضربا عنيفا، وقال: والله إن تقدمتي أضرب عنقي بهذا السيف. ثم ارتقى صدره فجذبت مولاتنا زينب السيف من يده وقالت: يا عدو الله، ارفق به، لقد كسرت صدره، هذا صدر تربى على صدر رسول الله. ويحك يا شمر، ويحك يا عمر، هذا ناغاه جبرائيل وهز مهده ميكائيل. دعني أتزود منه، دعني أقبله، أغمض عينيه، أنادي بناته، أنادي سكينة، فإنه يحبها وتحبه. عند ذلك غار عليها وضربها وأغشي عليها. الله أكبر، الله أكبر. يا مهدي آل محمد، يا مهدي آل محمد. فقام بجريمته الكبرى، وكأني بمولاتي زينب تنادي: يا ظالم، يا ظالم، خل خوي حسين ساعة، يا ظالم خل خوي حسين ساعة، أظل له ومد للموت باعه، ما هو شمامتي الحلوة طباعه، دخل براح روح حسين تظهر. ثم أدخن مولانا الحسين بالجراح، فطعنه صالح بن وهب على خاصرته، فوقع من فرسه إلى الأرض على خده الأيمن. ثم قام، خرجت زينب وهي تنادي: وأخاه وحسيناه، ليت السماء انطبقت على الأرض. صاح الشمر، صاح عمر: ماذا تنتظرون؟ فحملوا عليه من كل جانب. ضربه زرع بن شريك على كتفه اليسرى، وآخر على عاتقه بالسيف ضربة كبى بها على وجهه. فطعنه سنان بن أنس، يا مهدي آل محمد، فطعنه سنان بن أنس في ترقوته، ثم انتزع الرمح فطعنه في بواني صدره. الله أكبر، الله أكبر. يا جبرائيل، يا ميكائيل، يا إسرافيل، يا آدم، يا نوح، يا إبراهيم، يا موسى، يا عيسى. ثم رماه بسهم في نحره فوقع وجلس قاعدا ونزع السهم من نحره. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ونزع السهم من نحره يملأ الدم ويخضب لحيته ورأسه، وهو يقول: هكذا ألقى الله وألقى جدي رسول الله، وأقول: يا جداه يا رسول الله، قتلني أبي بكر وعمر. الله أكبر، الله أكبر. ثم قال عمر بن سعد: أريحوه. ضربه سنان بالسيف في حلقه الشريف. عند ذلك ضجت الملائكة وقالوا: يا رب، هذا الحسين حبيبك وحبيب حبيبك. فكشف لهم ظل القائم، فأقام لهم ظل القائم، فقال: بهذا أنتصر لهذا. فخرجت مولاتنا زينب، فوالله لقد أبكت كل عدو وأبكت كل صديق. الله أكبر، الله أكبر. وانتصر الإمام الحسين، انتصر الدم على السيف، انتصرت كلمة الحق وأصبحت هي العليا. اللهم صل على محمد وعلى آله.